السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن حاجة عبقرية في البرمجة الكائنية. حاجة كده بتخلينا نوفر وقت ومجهود كبير، وهي ايه؟ هي الوراثة. تخيل كده لو كنت تقدر تورث كل المميزات اللي انت محتاجها من كود تاني من غير ما تعيد اختراعه من الأول. ازاي طب ده بيحصل؟ وازاي الوراثة بتخلينا نشتغل أذكى وأسرع؟ تابعوا الفيديو كده وهتعرفوا كل التفاصيل بشكل بسيط وسهل. الوراثة ببساطة، تخيل كده إن في عيلة كل أفرادها بيطولوا بسرعة. الجد كان طويل والأب طلع طويل والأولاد كمان بيطولوا بسرعة زيهم. في البرمجة بقى نفس الفكرة دي بالظبط، نفس الفكرة بتحصل مع الوراثة. الكائن الجديد ده بياخد خصائص معينة من الكائن اللي قبله، زي الطول اللي احنا قلناه من شوية. يعني بدل ما اكتب الكود من الأول، الكائن الجديد بيرث الخصائص اللي هو محتاجها وبيضيف عليها اللي ناقص، وده طبعا بيسهل لنا ويوفر علينا وقت ومجهود كبير أوي. طبعا عشان بقى نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده ازاي هطبقه في هيئة أكواد. أول حاجة عشان أورث محتاجة طبعا الأول أعمل كلاس للعربية، اللي هي هنعمل هنا كلاس كار هحط فيه وظيفتين، الستارت والستوب. أول ما تبدأ العربية تتحرك هيقول لي السيارة بدأت تتحرك، والستوب أول ما السيارة تتوقف هتقول لي السيارة توقف. تمام لحد هنا تمام. هورث بقى ازاي؟ افتح كلاس للعربية السباق اللي هي ريس كار، هورث من الكار وهضيف لها وظيفة جديدة اللي هي التربو. بص، أول ما تدخل العربية في وضع التربو هتقول السيارة دخلت على وضع التربو. تالت حاجة بقى عندنا المين دي اللي هي تنفيذ البرنامج بتاعي. أول حاجة هنشئ من الريس كار، هسميه ماي ريس كار، هستخدم فيها الوظائف بتاعتها اللي هي الستارت والستوب والتربو. فهنا بقى فكرة الوراثة كلها إن الكلاس الريس كار ورث الخصائص من الكار. ده هيخلي البرمجة معايا أسرع وأسهل من غير ما أنا أعيد كتابة الكود تاني أو نفس الكود هو. الوراثة مهمة. أول حاجة معايا إنها بتعيد استخدام تخيل كده لو عندك وصفة مكرونة وكل مرة بتعمل نفس الوصفة من أول وجديد، فالوراثة بتقولك أنا هخليك تستخدم الوصفة الأصلية بس عليها شوية حاجات. يعني إيه؟ أجي أكتب نفس الكود كل مرة؟ أنا خلاص كتبته مرة واحدة والدنيا خلصت معايا، بس هقدر أستخدم الخصائص الموجودة فيها وهوفر كمان وقت. تاني حاجة هوسع الأوبجكت. تاني، لو عندك عربية سباق وعايزة أضيف عليها مميزات، الوراثة بتقولك أنت مش محتاج تكتب نفس الكود كل مرة وكل مرة تضيف انت بس هتكتب كلاس جديد وهتضيف الخصائص الجديدة بتاعتها. كأني ايه مثلا؟ كأني بزود اكسسوارات جديدة للعربية من غير ما اغير في شكلها. تالت حاجة تقليل الأخطاء، يعني لما اكتب الكود مرة واحدة واستخدمه في كذا مكان ده بيقلل احتمالية الايرور اللي ممكن تطلع لي. يعني لو حصل خطأ هعدله في مكان واحد بس مش في كل الأماكن. كأنك مثلا بتقول كأنك بتقول ما أكررش الخطأ مرتين. هي لو الدنيا ظبطت معايا في حتة واحدة هي خلاص كده في كل الأماكن ظبطت. فالوراثة بشكل عام هي بتسهل لنا، بتخلي الكود بتاعي نضيف وأسرع، بتساعدني إن أنا أضيف مميزات جديدة من غير تعب. فاحنا كده بنقدر نشتغل بذكاء أكتر وبنقلل المشاكل اللي ممكن تواجهنا. وده كان شرحنا عن الوراثة وفايدتها في البرمجة. زي ما قلنا إن الوراثة بتخلي الشغل سريع وسهل، وبتساعدنا كمان إننا نستخدم الكود بشكل كويس وأفضل. فاحنا في الدرس الجاي هنتكلم عن حاجة اسمها البوليمورفيزم، وإزاي نقدر نستخدم نفس الكود بطرق مختلفة. فما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشاركونا رأيكم في التعليقات. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.